زي ما قلت لكم يا جماعة قبل كده ان القضاء العسكري اسرع في الفصل في القضايا المنظورة امامه عن القضاء العادي. المحكمة العسكرية اصدرت حكمها في قضية الرأي العام حادثة مدينتي او جريمة مدينتي اللي حصلت في شهر يوليو اللي فات، اللي كان متهم فيها الضابط الطبيب زياد حسام الدين. زياد كان متهم في القضية ديت بقتل عمد لجارته الدكتورة الصيدلانية بسمة علي، حيث أنه دهسها بعربيته، وإصابة جوزها الدكتور البيطري حمدان زكي، وأيضا إصابة أولادها الثلاثة، وأيضا إصابة صديق زوجها. اللي حصل في القصة ديت ان الدكتورة بسمة وجوزها الدكتور حمدان واولادهم كانوا راجعين من الكويت علشان يقضوا اجازة العيد في مصر في الفيلا الجديدة بتاعتهم في مدينتي. ابنهم الصغير خرج يلعب بالسكوتر بتاعته قدام الفيلا. الولد وهو بيلعب خدش العربية بتاعت الضابط زياد، خدش تقريبا حوالي سنتي. الولد علشان متربي كويس راح قال لوالده على اللي عمله في عربية جارهم. فالدكتور حمدان عشان حد محترم وعلشان هو شخص عنده ضمير خد ابنه علشان يوريله اللي هو عمله في العربية بالسكوتر. ولما شاف اللي حصل في العربية طبعا ما قالش لا دي حاجة بسيطة محدش شاف الولد ويرجع البيت، لا، راح مخبط على الباب الفيلا اللي واقفة قدامه العربية. فطلع له مين؟ طلع له الضابط زياد. فقال له على اللي حصل من ابنه، حكى له القصة وقال له احنا بنعتذر على اللي حصل من ابننا واحنا على استعداد اي تلفيات ان احنا نصلحها او اي ترضية انت عايزها. كان رد فعل الضابط زياد غريب جدا. الضابط زياد قعد يشتم ويزعق فيه ويقول له انتوا حرامية انتوا لصوص. طبعا الدكتور حمدان لما لقاه بيزعق كده راح سايبه وماشي. وكان دكتور حمدان ومراته وعياله وصديقهم كانوا خارجين عشان يتفسحوا. فهما خارجين دكتور زياد اللي هو الضابط دوت ركب عربيته ويطاردهم بالعربية، وهو بيطاردهم بالعربية دهس الدكتورة بسمة، والدكتورة بسمة للأسف توفت قبل ما تيجي عربية الإسعاف. وأصاب جوزها الدكتور حمدان وولادها الثلاثة وصديق جوزها كمان اتصاب. وطبعا الأمن والجيران اللي موجودين في الكومباوند بلغوا طبعا النجدة. وطبعا الدكتور الضابط دوت راح سلم نفسه واعترف بجريمته وباللي عمله في محضر الشرطة وفي النيابة، وتم تقديمه للمحاكمة. وطبعا زي ما انتم شايفين المحاكمة كانت سريعة. وطبعا كان في أقاويل ساعة القضية دي كانوا بيقولوا ان الضابط دوت مش هيتحاكم، ان الضابط دوت هيتقال عليه ان هو مختل عقليا، ان الضابط دوت هيتجامل في المحاكمة علشان هو ضابط. اديكوا شفتوا ان المحاكمة كانت محاكمة عادلة، ما كانتش فيها مجاملة، وكانت كمان محاكمة سريعة. يعني الحادثة حصلة في شهر يوليو، صدر الحكم ضده في شهر أغسطس، يعني تقريبا التحقيقات مع المحاكمة خدت بالظبط شهرين. عشان كده دايما أقول إن القضاء العسكري أسرع في الفصل عن القضاء العادي. وزي ما قلت لحضراتكم ان ده مش حكم نهائي، واكيد طبعا دفاع المتهم هيعمل طعن بالنقض على الحكم، وان شاء الله هنتابع التفاصيل في القضية.